أعتقد أنه الرسالة وصلت لإيران. هل بتصورك أنه عملية عاصفة الحزم يعني كانت ردا فاعلا على تصورات إيران بأن بإمكانها في كل تجمع في كل بلد عربي ترى فيه تجمعا ما يدين بالولاء للولي الفقيه أو يؤمن بالنظرية الفارسية أو النظرية الإيرانية يمكن لها أن تستغله من أجل أن تضع الأسافين في تلك الدولة العربية؟ هل ستقف إيران عند حدودها بعد عاصفة الحزم؟ السلام عليكم جميعا وحييكم. وعليكم السلام. لن تقف إيران. سألخص عاصفة الحزم بجملة واحدة: الرؤوس قامت، العصاعص نامت. سأسمح لنفسي بأن أعارض الأخ الدكتور عمر. هؤلاء لن يجنحوا للسلم. هذه ليست سياسة، هذا دين. وهذه القومة التي تقومها فارس تحدث مرة كل 300 إلى 400 سنة فتشن هذا العدوان. هؤلاء باختصار شديد لا توجد طائفة غلبت أمة. هؤلاء مثل اللي عنده رابع ابتدائي ومصر على وظيفة مدير عام اليونسكو. إيران ليست هي القوة العظمى التي يتم تصويرها. إيران لم تنجح في أي شيء فعلته. كل ما عملته إيران أنها حرضت الطوائف التي تكفر بعضها البعض لكي تتحالف أو على الأقل تتعاطف ضد الأمة بشكل عام. عندما قامت عاصفة الحزم في الواقع الصبر السعودي انتهى عند البحرين ولكن عاصفة الحزم ليست عملا عسكريا ضد التوغل أو التغول الإيراني في اليمن. هي عسكريا باتجاه اليمن ولكنها عنت الوقوف ضد إيران عموما. إبلاغ الناس بأن هذا المشروع الإيراني الذي استغل فترة للإدارة الأمريكية السابقة في سبيل التخلص من الملف النووي الإيراني وأجرى عدة حالات ابتزاز في جنوب لبنان مع حماس، في العراق، في سوريا. إيران لا تملك قوة عسكرية غلبتنا. إيران تملك قوة تابعة تنجر إلى سياساتها. بس هذا مش أخطر بتشوفه أستاذ يوسف في بلادها؟ ومع ذلك مش هذا بتشوفه أخطر إنه إيران قادرة، سامحني، لا في العراق قادرة على تخريب الدول العربية من داخل الدول العربية نفسها؟ نعم، ولكن القوة لا توجد قوة عسكرية إيرانية مجربة قادرة على أن تتصرف كقوة عظمى. إيران كل ما تفعله أن هناك متعاطفون معها أنها استطاعت اختطاف بعض أو جزء من الشيعة العرب وأصبحت بمثابة أمهم الرؤوم وحلمهم للمستقبل. إيران لا تملك في الواقع أي تأثير حقيقي إلا تأثير تخريبي، ولذلك التخريب سهل. كون التخريب سهل وأنك تخرب هذا لا يعني أنك سيطرت أو هيمنت. عاصفة الحزم ماذا فعلت؟ الذي فعلته عاصفة الحزم أنها أفهمت العالم أن إيران ليست إلا مشروع صفر غير مجدي. ولذلك الآن نرى الأمريكيين يتراجعون عن السياسات السابقة التي غضت النظر عن التدخلات والفتن الإيرانية في الخارج. ايه بس الامريكان عندهم اداره جديده بتصورات وتخيلات مختلفه في التعاطي مع قضايا الشرق الاوسط عن الاداره الامريكيه السابقه التي كان واضح موقفها من ملفات الشرق الاوسط. بس حضرتك سيد يوسف ذكرت بانه هؤلاء ما ممكن ان توصلهم الرساله بشكل واضح وهم لن يتوقفوا. وأنت تعلم بأن عاصفة الحزم منذ البدء كانت ليست غاية إنما هي وسيلة أرادتها دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أجل أن يجلس اليمنيون في نهاية الأمر ويتفقوا على حل مشكلاتهم وأن لا يسمح لفصيل ينتمي لإيران أن يأخذ البلد كلها بسبب هذا الانتماء لضعف الآخرين. يعني النتيجة المطلقة التي تريدها السعودية أو تريدها دول التحالف هو إنهاء الملف اليمني بشكل عادل.
موضوع اليمن، عفوا يعني أنا أود أن أقول تفضل أن موضوع اليمن انتهى. موضوع اليمن انتهى بمجرد نشوب عاصفة الحزم. لا يمكن قيام سلام باليمن إلا إذا استبعدت إيران كليا عن اليمن. هذا هو ما أريد قوله يعني بخصوص اليمن. لكن عاصفة الحزم أعطت الدلالات على أن إيران تم تحجيم مشروعها بسبب النهوض في الواقع للإدارة الأمريكية الحالية. سيد يوسف علاوني، أعود إليك. من ترى أهم بالنسبة لإيران بتصورك؟ السيطرة على سوريا والعراق أم السيطرة على اليمن بحكم الموقع؟ لا، اليمن محاولة للمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. السيطرة على العراق في التاريخ العراق يستترك أو يستعجم أو يستروم من الروم. تعيد تعريبه قبائل الفرات الأوسط. الآن لا توجد قبائل فرات أوسط عمليا. تعيد تعريبه جزيرة العرب. سوريا إذا سقطت سوريا من الحومة الإيرانية فسيكون لها أثر كبير على انتزاع العراق من الأثر الإيراني. اليمن لا يوجد أي أمل. الإيرانيين عند زيارة حسن روحاني إلى الكويت يعني تبرأوا من الحوثيين كاملا وعرضوا، ولكن هؤلاء لا يصدقون. المشروع الإيراني بدأ عام 79 منذ مجيء الخميني الذي نحن واجهناه بالحرب العراقية الإيرانية. الذي عطل المواجهة العربية هو الغزو العراقي للكويت. احنا فكرنا انهم الإيرانيين بعد مغامرة صدام ناس أوادم. نهائيا هؤلاء لن يتوقفوا. هذا دين وليست سياسة. غرض هؤلاء هو مكة المكرمة. ناس الذي يؤمنون به هو حالة من الصراع الديني التي لا يمكن التفاهم معها إطلاقا. ليس هذا جار يمكن بناء أسس للتعايش معه، لأن إيمانه ويقينه يقوم على تصدير الثورة وعلى محاولة تدمير هذه الأمة. هذا يعني ممكن لإيران أن تعود جارا حقيقيا لا يوجد أي إمكانية للتفاهم معه. يمكن التعامل معه والتفاهم معه فقط في حالة واحدة، إذا ما سقطت ولاية الفقيه، إذا ما صار فيه تغيير اجتماعي في إيران. نعم. أما في هذه الحالة وإيران إذا سقطت ولاية الفقيه من إيران، نعم تعود هذه الطائفة إلى أقليات تنسجم مع الأغلبيات التي تعيش بينها. تعيش الأقلية الشيعية في إيران وفي العراق ضمن البحر السني الذي يحيط بها، فلا تتغول. يعني هذا هناك مفكرون شيعة يقولون بأن الواجب علينا كطائفة صغيرة أن نندمج مع غيرنا لا أن نتحداهم. المشروع الإيراني أظهر أن الأمة صفر وهم يريدون قيادة الأمة وهم صفر. يعني هذه مسألة مربكة للعقل للمنطق، لا تنطبق. لا يمكن لإيران أن تهيمن على العالم الإسلامي. هذه أقلية غير قادرة على إدارة العالم الإسلامي وتصدر العالم الإسلامي. دكتور عمر عبد العزيز، نرجع شوي للشأن الداخلي اليمني. كان واحد من أهداف عاصفة الحزم هو معالجة هذه النزاعات الأهلية في اليمن. بتعرف حضرتك أنه كان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يقول بأنه يرقص على رؤوس الثعابين في اليمن، وكان أحيانا كثيرة يستفيد من تغذية هذا النزاع وهذا الكره ربما وعدم الثقة بالآخر داخل اليمن، يعني وفق مصالحه وفق رؤاه لحكم الدولة 33 سنة بالطريقة اللي شفناها فيها في اليمن. تصورك ما الذي سيساعد عاصفة الحزم؟ عاصفة الحزم من الناحية العسكرية شرحنا لوين وصلت، بس ما الذي سيساعد دول الخليج والمملكة العربية السعودية على فعلا التخلص من النزاعات الأهلية والوصول إلى ما يريده المثقفون اليمنيون، وحضرتك واحد منهم عندما تقول نريد دولة مدنية قانون يحكمها القانون وكل الناس تعامل فيها بعدالة وسواسية؟ الأصل في التاريخ اليمني الوسطية بالمعنى الشامل للكلمة، بالمعنى المذهبي، بالمعنى الكلامي، بالمعنى الديني، بالمعنى الاجتماعي أيضا. هنالك حالة تمازج تاريخي، وهذه هي الكيمياء السحرية والحقيقة التاريخية في اليمن.
وما فعلته وتفعله عاصفة الحزم تصب في هذا المجرى في نهاية المطاف. بمعنى آخر، حالة الاستقطاب غير السوي القائم الآن في أفق ما وليس في اليمن الكبير، هذه الحالة هي حالة استزراع لا أقل ولا أكثر. ولا أريد أن أفصل في الزيدية التاريخية، لأن الزيدية التاريخية لا علاقة لها لا بالمعنى الكلامي ولا بالمعنى المذهبي ولا بالمعنى التشريعي، لا علاقة لها بما يفعله الحوثيون. الحوثيون في حالة خروج حقيقي على الزيدية. أما يعني إذا هم غير صادقين أن يقولوا أنهم لا علاقة لا علاقة لهم بالزيدية، ولا نريد أن نفصل في هذه المسألة، لأنه في نظرية الإمامة هم مختلفين عن الزيدية، في نظرية الحاكمية مختلفين عن الزيدية. هم يريدون نموذج ولاية الفقيه الذي هو نموذج إيراني، وهذا النموذج الإيراني لا اتفاق عليه حتى داخل إيران، حتى نكون موضوعيين في الأمر. حتى مؤسسة الحكم الإيرانية ليست متفقة على هذا النموذج الذي انتهك أساسا الشيعة الجعفرية في أفق الحاكمية، مما لسنا بصدد تفصيله هنا. وتبعا لذلك الأصل في المعادلة القائمة في المنطقة ككل وفي اليمن على وجه التحديد معادلة الوسطية والتعايش والمواطنة المتساوية. أي نعم، هنالك مراتبية تاريخية موروثة، لكن هذه المراتبية التاريخية الموروثة في اليمن اتخذت طابع مهني إلى حد ما. هنالك مزارعون وصيادون وآخرون وما إلى ذلك، وجماعات تهتم بالشؤون العلمية الدينية، لكن هذه المراتبية التاريخية الموروثة على سلبياتها الظاهرة في العصر تذوب وتتمازج وتتواشج مع الحالة المدنية العامة. نحن اليوم نتحدث عن عشرات المدن. القبلية اللي بتترسخ أكثر في أذهان الناس حتى بسبب هذه حتى القبلية في الأفق السلبي تتحلحل. أيوة. لأن القبلية هي حالة بيان لانتماءات عشائرية أو عرقية أو أسرية، سميها ما شئتي، ولكن في نهاية المطاف حتى هذه القبلية تتحلحل في المدن الكبرى في اليمن. ومن حسن الحظ أن اليمن تتمتع بعشرات المدن الكبرى وكلها مدن مليونية. بمعنى آخر أن الظاهرة التاريخية بالمعنى الأنثروبولوجي بالمعنى التطوري تسير قدما إلى الأمام. ولهذا السبب أنا أعتقد أن الذين يريدون إعادة التاريخ للوراء هم في ضلال مبين ولا يستطيعون إعادة التاريخ للوراء. والشيء الثاني المهم فيما يتعلق بعاصفة الحزم أنها نبهت لقراءة استراتيجية جديدة للمسألة اليمنية من قبل الدول العربية في الجزيرة على وجه التحديد دول الخليج العربي. بمعنى كان هنالك نوع من التعامل الوظيفي التقليدي فيما يتعلق بالكيانات العربية القطرية القائمة في منطقة ما في جغرافيا محددة. اليوم هنالك وعي بأن هذه القراءة لابد أن تضع بعين الاعتبار المسائل الاستراتيجية، وهذه تعني تماما استعادة معنى التاريخ في هذه المعادلة. حالة التواشج اليماني السعودي الإماراتي وغيرها مسائل لا يمكن أبدا أن تنفصل بحال من الأحوال. وفي نفس الوقت نحن نقول أنه فيما يتعلق أيضا بإيران كدولة مجاورة للعالم العربي ولدول الخليج العربي لابد أن نقرأها في إطار التعددية وليس في إطار الواحدية، لأن هنالك تعدديتين، تعددية تتموضع في أساس مؤسسة الحكم، وهي تعددية قد عبرت عن خصوماتها في أكثر من مناسبة، لكن هنالك تعددية مجتمعية كبرى في إيران أكبر. وهذه التعددية المجتمعية الكبرى في إيران ما زالت مكبوتة من قبل نظام بذاته وجماعة في هذا النظام بذاتهم. ولهذا السبب لابد أن نفصل بين مفهومنا للعلاقة مع إيران بالمعنى الواسع للكلمة وبين علاقة بنظام نووي ما زال يتعصب لنظرية غير قابلة للتطبيق. صحيح. لا في الداخل الإيراني ولا في الخارج الإيراني. عشان هيك أنا سألت الأستاذ يوسف إذا نعم. تغير هذا النظام الحاكم في إيران ستعود إيران كدولة جارة وعلاقات بطبيعة الحال بطبيعة الحال، لأنه الأزمة في هذا النظام وليس في إيران كدولة. نعم. ولا في الشعب الإيراني ولا نعم. في تعددية الإيرانيين. نعم. بس يعني أنا انتهى وقت هذا الجزء من بانوراما. سنعود ونتابع بعد هذا الفاصل القصير. أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم معنا من جديد ونتابع في عامين على عاصفة الحزم. مباشرة لك دكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، دعنا ننتقل إلى واحدة من أهداف عملية عاصفة الحزم، وهي كانت الحد من نفوذ المجموعات الإرهابية في اليمن. حضراتكم تعرفوا أنه تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش وغيرها
تنمو وتزدهر في ظل وجود حالة اللا استقرار، في ظل وجود النزاعات، في ظل وجود أماكن لا يوجد فيها إدارة أو حاكمية أو إدارة صحيحة. في فترة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان متهما من قبل كثير من الكتاب والإعلاميين وحتى من بعض السياسيين بأنه كان يتعاطى مع أولئك الأفراد المتطرفين من تنظيم القاعدة وفقا لمصالحه الخاصة. إلى أين وصلت عاصفة الحزم في مسألة الحد من نفوذ الجماعات الإرهابية؟ هل يمكن أن نقول أنها نجحت 100%؟ وما الذي تحتاجه حتى تنجح؟ يعني من المفارقات أن أحد مبررات الحوثي لانقلابه العسكري ومشروعه السياسي هو محاربة الإرهاب، وبين قوسين وهو يدعي أنه يحارب القاعدة، لأن يعتبر أن القاعدة موجودة في محافظات الجنوب، وبالتالي كان أحد مسوغات هجومه العسكري على مناطق الجنوب هو أنه لمحاولة يعني القضاء على القاعدة والتنظيمات الإرهابية. وهذا تعرفين أنه لدى الغرب لديه مفعول سحري ولديه مفعول مؤثر، عندما أي شخص يتحدث عن محاربة الإرهاب فإن الغرب يعني ينجذب إلى هذا الشعار. ولا أعتقد ولكن المفارقة الأخرى أن ثبتت التقارير وأن هناك علاقات وطيدة بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتنظيم القاعدة، وفي أكثر من مناسبة ثبت أن علي عبد الله صالح كان يستخدم القاعدة وكان لاستمرار حكمه للحصول على مساعدات أجنبية من دول الغرب. أكثر من ذلك حتى كثير من السياسيين اليمنيين يعتقدون أن مسألة الحروب الستة التي حدثت بين نظام علي عبد الله صالح والحوثي نفسه خلال الفترة السابقة كان الهدف منها هو ابتزاز دول الخليج ومحاولة الإيحاء للمملكة العربية السعودية أن هناك خطر إيراني في المنطقة وبالتالي الحصول على مساعدات. وأكثر من مرة ثبت أن قرار إيقاف الحرب كان يتخذه علي عبد الله صالح عندما يتم الاقتراب من القضاء على الحوثيين، وبالتالي فكرة وجود بعبع أو خطر موجه أو مسيطر عليه يتم الاستفادة منه وابتزاز دول الإقليم ودول العالم هي أسلوب انتهجه علي عبد الله صالح في أكثر من مرة. ونجح فيه في أكثر من مرة كمان. صحيح. علي عبد الله صالح يعرف أنه مراوغ وماكر وهو من الدواهي، وبالتالي استطاع أن يتلاعب أو أن يقدم إيحاءات غير حقيقية وأن يستمر في اللعب يعني الرقص مع الذئاب مثل ما يقولون. إلى أي مدى يمكن لعاصفة الحزم عندما تصل إلى منتهاها في موضوع إعادة الاستقرار لليمن فعلا أن يكون هناك تسليط ضوء أكبر على أي مجموعة إرهابية داخل اليمن ويكون هناك تعاون من كل الأطراف للقضاء على المجموعات الإرهابية؟ يعني أعتقد أن فكرة إيران في المنطقة هي إشاعة اللا استقرار، لأن اللا استقرار هو من صالح إيران وحلفائها في المنطقة. اللا استقرار هو مبرر المكونات التابعة لإيران والتنظيمات سواء في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن من أجل الانفلات ومحاولة السيطرة عسكريا. لاحظي حتى في العراق الدولة التي يسيطر أو يرأسها شخصيات محسوبة على النظام على إيران، أقامت إيران الحشد الشعبي وهو خارج منظومة السلطة وخارج الجيش العراقي وهو خاضع مباشرة للحرس الثوري. وهذا يتبين أن إيران حتى في الدول التي لها يعني يد طولة، ولكن تعرفين أن العراق هناك دور معين للسنة والأكراد بحكم التوافقات والتفاهمات السياسية ما بعد صدام حسين، وبالتالي إيران لا تستطيع أو لا تعيش في الاستقرار، هي تستثمر وتتمدد وتتغذى على الفوضى، وبالتالي هذه سياستها في اليمن في العراق في لبنان في سوريا. أي حتى في مبدأ تصدير الثورة ودائما هم يقولون بأنهم يناصرون المظلوم فيوصفون أو يصورون أن التيارات اللي هم بدعموها هي مظلومة. سيد يوسف علاونة، عندك تفسير لماذا تنظيم القاعدة كان أي منطقة يتم تحريرها من الحوثيين ومن جماعة علي عبد الله صالح في الجنوب تحديدا يحتلوها؟ المنظمات الإرهابية الشيعية تقتل السنة، المنظمات الإرهابية السنية تقتل السنة. الفيلم مو في اليمن. ليش اليمن؟ قادة القاعدة كلهم قاعدين في طهران. محكمة نيويورك تدين إيران بتهمة الاشتراك في هجمات 11 سبتمبر. الموضوع جدا واضح. إيران ترعى الإرهاب السني وترعى الإرهاب الشيعي.
الإرهاب، العمليات الإرهابية ضد الغرب، ضد المصالح الغربية، ضد مقرات المارينز في بيروت، ضد السفارات في الكويت، في المركز الديني في الأرجنتين، في كل مكان، هذا إرهاب إيراني. داعش، أحد يصدق أن 300 عنصر يحتلون مدينة الموصل من 70,000 جندي؟ هذه واضحة مؤامرة. أيمن الظواهري وجماعته وقادة طالبان قاعدين في طهران، الموضوع مو في اليمن. داعش تضرب في كل مكان بالعالم، في السعودية، في الكويت، في الغرب، في كل مكان، لا تضرب في إيران. القاعدة تضرب في كل مكان بالعالم، لا تضرب في إيران وفي أمريكا. لماذا؟ علشان الإيرانيين يعطوا رسالة للأمريكان أن القاعدة عدوتكم بإيدنا، فاطمئنوا. الإرهاب السني إيراني، الإرهاب الشيعي إيراني. هذه دولة مارقة لا يمكن التفاهم معها. مستشار علي خامنئي في يوتيوب موجود الآن على الشبكة، افتحوه، يقول المهدي بتاعهم سيوصل الدماء في مكة إلى الركب. لا يوجد أي مجال للتفاهم مع هؤلاء حتى تنتهي ولاية الفقيه ويتوقف حكم الشيعة لأي بلد، أو تحديدا لإيران. الشيعة بكل صراحة لا يستطيعون أن يحكموا. الثلث المعطل في لبنان دمر لبنان، أمسكوا بالعراق، أسقطوا عنهم القروض والتعويضات، أعطوهم كل شيء، مساعدات. شوف العراق، ركام، دمار، مجزأ، مقسم. الشيعي لم يخلق ليشارك في الحكم. ايه بس هذا تعميم أستاذ يوسف، وتعميم يمكن لا نستطيع قبوله بهذه الطريقة. يعني إيران كانت شيعية أيام الشاه وبقيت شيعية أيام الولي الفقيه. كان هناك سياسة مختلفة، حتى على المستوى الاجتماعي كانت إيران مختلفة. لا يمكن القول بأنه لم يكن الملالي أيام الشاه لهم أي دور، كانوا في السجن. إيه بس أنت بتحكي عن حكم ديني وليس عن حكم الشيعة. يعني في فرق بين انه يعني زي الاخوان المسلمين لما يحكموا بمكان، ايام الشاه انت ما بتقدر تقول السنه ما بيقدروا يحكموا، الاخوان المسلمين سنه، ولما يحكموا في مكان ويعني اثبتت التجربه انه في حكم في مصر فشلوا، في حكمهم في تونس فشلوا الا بالمشاركه مع الاخرين. كذلك لا نستطيع ان نعمم ان نقول ان الشيعة كلهم ما فيهم يحكموا. الذي يحكم العراق هو السيستاني والمراجع، واضح انهم نجحوا. نعم نجحوا، الملالي ونجحوا، الشيعة في العراق نجحوا في حكم العراق، أنا أوافق. لا أنا لا أقول، يعني أنت بتعمم أستاذ يوسف وتقول الشيعة لا يمكن لهم أن يحكموا ولا يجب أن يكونوا في الحكم. أنت بتعرف أنه اللي صاير بالعراق مخطط إيراني. أنا أقصد الملالي الشيعة. أيوة الحكم الديني، الملالي الشيعة. يعني التيارات الدينية الشيعية. نعم. اللي هي نفس التيارات الدينية. نعم. السنية. نعم. اللي هي مرفوضة في الحكم في الدول العربية. يعني ما حد، يعني مصر مثلا جربوا الإخوان المسلمين وفشلوا في حكمهم، وما ممكن يجربوهم كمان مرة. لذلك احنا بنحكي عن تيار ديني وليس عن طائفة دينية. في العالم الإسلامي الحاكم مسلم يحكم. في فرق. ويدير. يعني أنا شخصيا ما بعرف، بتحفظ على مثل هذا التعميم. دكتور عمر عبد العزيز.